دي افراد وميليشيا ومسلحين وعربيات زي ما حضرتك شايف اهو. وطبعا هم طبعا بيضربوا، دي عناصر ميليشيا لتنظيم داعش الارهابي، عمالين طبعا هم معاهم شويه سلاح مش عارف ايه، وطبعا مش شايف الصواريخ النازله، الصواريخ جايه منين بيشيلوا عربيه اهي طبعا عليها سلاح يبدا يضرب بالسلامه، هي واللي جايه دي وراها كمان ما بيسيبش ولا عربيه ولا فرد. لو فرد واحد بيديله صاروخ، واحد بيديله صاروخ اهو بيجري، شوف هيعمل فيه ايه دلوقتي، صاروخ 10 20 واحد في المنطقه ديت، كل دول عناصر من تنظيم داعش الارهابي. شوف الروس عاملين فيهم ايه، عربيه اهي، شوف الصاروخ ينزل ازاي، يعني الدقه بيضرب ايه فين. شوف العربيه دي، استنى اهو انتظر، شوف الصاروخ نزل ازاي اهو، ما فيش واحده هربت. شوف المنطقه اللي بيشتغلوا عليها قد ايه، شوف بقى الحكايه دي كم طياره بتضرب وكم واحد بيرصد وكم عمليه صعبه جدا، ولكن هو رايح. شوف بقى العناصر، مسرح العمليات اهو قدامه مكشوف، مين من الارض طبعا هيتابع ايه، طيارات ايه اللي فوقيه، هو مصواريخ جايه له منين، اضرب اهو. طبعا دي صواريخ طالعه من الميليشيا، بس هيضرب مين، هو مش شايف اصلا، هو بيضرب وخلاص، هو مش عارف الصاروخ جاي له منين والطياره على ارتفاع قد ايه، ومفيش الكلام ده، مفيش حاجه اهو ادي اهو بيتحركوا. شوف الصاروخ بقى هيوصل ازاي ويجي فين في ثانيه، لسه مش هيلحق يتحرك، مع السلامه. هي اهو دي روسيا، القوات الروسيه بتعمل ده. وعايز اقول لحضراتكم النهارده طبعا مجموعات، وشوفوا سيل العربيات اللي ورا بعضه، طابور من السيارات بتاعه تنظيم داعش الارهابي، شوف بقى متابعينها ازاي ورا بعض اهو، شوف كل ده وضرب 1 2 3 8 20 30 كده، طابور بيهرب، بس هيهرب من مين؟ ما ده مش الامريكان كان بيقول لك اتفضل مع السلامه، عايز تدخل بغداد اتفضل. الروس مش هيقول لك، الروس جاي لك عشان يدمرك، مش هيخليك. اهو ادي الروس، شوف عاملين ايه، شوف مسرح العمليات اللي قدامه، شوف العربيات اللي قدامكم عماله تتحرك، عربيات بتاع تنظيم داعش، كل ده مدرعات والقوات والميليشيا، بس الروس عاملين شغل بقول لحضرتك شغال كأنه موجود في المكان ده بقاله 20 سنه، حافظ المكان، طبعا عنده معلومات وعنده اقمار الصناعيه بتاعته وعنده عمليات الرصد بتاعته، يعني معلوماته ايه، ما صدق اصطاد الصيده دي. طبعا الامريكان مغلوشين على الكلام وعمرهم ما يتكلموا على الكلام ده خالص، عشان كده احنا ايه مهم نشوف مع بعض والناس تعرف ايه الحقائق اللي بتحصل داخل من الروس. اهو ادي روسيا بتعمل كده، روسيا بتواجه الارهاب، ادي الارهاب اهو، دي عناصر الارهابيه المسلحه، دي الامريكان محتضنينهم، ودول بتوع جماعات اياها المسلحه الارهابيه اللي خدت تمويلات وتسليحات وغيره 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 وغيره. كل الناس دي الروس بيواجه الان اهو على الارض موجود قدام حضرتك اهو، قدامك على الهوا، مش جايبين حاجه من عندنا، ودي صور ملتقط بالاقمار الصناعيه طبعا كلها، فيعني منتهى الدقه. دي العمليات اللي بتتم من روسيا على ضد ميليشيا تنظيم داعش الارهابي داخل الاراضي السوريه. شوف طبعا الاثنين اللي بيجروا دول كل واحد بيجري مش عارف رايح فين، بيصطادوا، ما هو مش هيسيب حد، مش هيسيب ولا واحد، يعني الارض دي مسح الارض باللي فيها، المنطقه دي كلها بقت خلاص مصرع بتاعته مستولى على، مفيش حد فيها حي في هذه المنطقه اللي هو الروس رصدوها بالكامل، عربيات تجري ما تجريش، ما هو مش سايبك جاي. حضراتكم الدقه انه بيضرب صباع، شوف بيضرب صباع الرجل، شوف الدقه لحد فين، مش مجرد ان انا بضرب عربيه، ده واحد لوحده واقف ورا شجره بجيبه بالشجره اللي واقف، واحد فرد، واحد ارهابي واحد، مش 100 ولا 200 قاعدين في مكان، ده التصويب وده الشغل اهو شوفوا بيجروا ازاي اهو. هتعمل ايه دلوقتي، هتسيبه؟ لا خالص اهو، فتحت نار جهنم على العناصر الارهابيه اللي موجوده، اللي هي فاكره نفسها هتهرب، مش لاقيين مكان اصلا، هيهرب منين؟ ما هو في كل مكان بيروح بيلاقي الصواريخ نازله له من كل حته، ما الروس مش موجود هو بيضرب على الارض، لا الروس موجود في الجو، محتل واخد السماء، كله عامل منطقه خاصه بيه. ومن يومين قوات بتاعه اسمهم ايه الامريكان وغيره شالوا ومنعوا طيارات تعدي، لانه الطيران الروسي موجود عامل منطقه خاصه بيه، مستولي عليه، ما حدش يدخل المنطقه دي، منطقه عمليات محظور حد يدخل فيها، لا هيدخل هيتعور. ادي اهو كل المجموعات الارهابيه روسيا بتخلص، انا بقول لحضراتكم بتخلص
بيتخلص بجد، هو هناك عشان ينهي هذا الموضوع اللي الامريكان طبعا قعدوا يخوفوا العالم. لا، احنا بقى جينا واحنا موجودين. تعالوا شوفوا الفارق ما بين روسيا بتواجه الارهاب بجد والامريكان وهو بيطبطب على الارهاب. المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل، مساء الخير، تحياتي لحضرتك، اتفضل يا فندم. اهلا، مساء الخير. اولا يعني